بن كيران هو اكبر حلاقيدات في تاريخ المغرب. من كثرت ما فمو خارج عليه الملك ايام يعطيه في انذارات باش يتعلم يهضر ويعرف شنو كيخرج من على فمو، ولكن فاش كنهضروا على انسان اللي حرفتوه هي يعاود النكات فاي حاجه نقدروا نتوقعوها منه. كنعاود غير نكته ما كاين مشكل. نعاود لكم واحد النكته حامضه شي شويه. من بعد ما جرى عليه الملك محمد السادس وعفاه من منصب وزير الحكومه وجاب العثماني بلاصتو، باقي بن كيران ما بغاش يتعلم الدرس اللي كلفو ثمن كبير، وهو صراحه ماشي شي ثمن كبير باش ما نزيدش فيه حتى انا، حيت اللهم بارك ديك 7 المليون اللي كيشد لحد الساعه كافيه باش تبرد عليه الفقصه ديال القميع. ضروري ما غتكونوا شفتوا بن كيران محي هذا العام بعد ما كان غابر، ما خلى من معاير وكلشي شركو وهبي كينشر الفساد، اخنوش قهر المواطنين وبلا بلا ديالو اللي راكم عارفينها. هادشي ما كيعنيش بلي راه كيكذب ولا كيزيد من راسو، ولكن اي حاجه قالها الا وعندها هدف، واللي ما كنظنش انه في مصلحه المواطن من الدرجه الاولى. وغير باش نفكركم، الا كان جاكم وهبي خايب بسبب الفضيحه ديال المحاماه فعلى ما يبدو داكشي كان حاجه عاديه وحتى بن كيران داز منها، وكانوا خرجوا عليه اشاعات في 2016 بلي تدخل لبنته باش تنجح في مباراه توظيف بالامانه العامه للحكومه. يعني راه حتى واحد ما احسن من الاخر باش ما تبقاوش تدافعوا وانتم في خبركم ما يتعاود. الا سمعتيه كيفاش كيهضر وكيدافع على مختلف الطبقات وكيعارض في القرارات السياسيه بكل شجاعه، غتقول هذا السيد مسكين والله لا مظلوم، وغالبا غتقول مع راسك فين ايامك يا بن كيران كنت احسن من العثماني الكوميدي واخنوش عادي مش الشخصيه اللي كيضرب ضربته غير تحت الدف. وداك الشيء علاش جمعت لكم كاع الدواسات ديال بن كيران، غنشوفوا الشخصيه ديالو وشكون هو وعلاش عنده شعبيه كبيره في المجتمع زائد القدره الخياليه ديالو على الاقناع. كيجلس على الخدادي كيولد البنات ولا اني انا دابا سيت قطاع. شحال هادي نتوما خدامين 10 اشهر ما درتيش كوبي كولي. حلف بالله. وغنهضروا على الخايب والزوين باش ما نظلموش، هادشي حيت ما بصح كانت شي حاجه زوينه تزكل في حقه. اي حاجه قلتها في هذا الفيديو فهي ما كتعبرش على الراي ديالي وماشي محاوله مني باش نقنعكم بشي فكره ونأثر على الراي ديالكم اولا نشوه الصوره ديالو. بكل بساطه المعلومات اللي غتسمعوها هي نتيجه بحث على السيره المهنيه ديال سي بن كيران، وشنو هما الانجازات اللي دار او القرارات اللي خدا واللي خرجت على المغاربه، وعلاش حيد الدعم على المحروقات وباقي لحد الان كيقول انه نادم حيت ما حيدش الدعم على البوطه والسكر. واهم حاجه هي علاش ديما نايض ليه الصداع مع الملك محمد السادس. وقبل ما نبداو بغيت نفكركم باللي السياسه شي حاجه مهمه بزاف وخصنا ضروري نفهموها باش ما نبقاوش نخليو البلاد قتفلاو علينا، حيت راه كنهضروا على مستقبل الدوله اللي عايش فيها انت وانا. كيقول لك اللي داس على الراس مزيانه باش بنادم كيتعلم وما كيعاودش يطيح في نفس الغلط، ولكن على ما بان ليا حنا كمغاربه كننساو شنو داز علينا واللي جا كيقلبنا ويضحك علينا. وداك الشيء علاش جيت نفكركم في المغرب ايامات بن كيران. لربما تفكروا واحد شويه شكون هاد خونا اللي كيعطي راسو الحق يهضر بالسميه ديال الشعب. الا كنتم من الناس اللي كيعجب هذا المحتوى ما تبخلوش عليا بشي فالو للباج باش يوصلكم كل جديد، وشي ابوني لقناه يوتيوب اللي غنخليها لكم في التعاليق باش نتشجع ونكثر لكم من هذا النوع ديال المحتوى. وحتى الا ما عجبكمش المحتوى دير لايك وسبسكرايب حيت كندير جميع انواع المحتوى اللي تقدر تطيح لك في بالك. قبل ما نعرفوا علاش بن كيران النجم السياسي او الحريفي كيف ما كنقولوا، وعلاش بسبب حزب العداله والتنميه كيتعتبر من اقوى الاحزاب السياسيه واخا مكروه من طرف السلطه. اول حاجه كيخصنا نعرفوا باللي هذا الانسان بدا السياسه وهو باقي كيقرا، والحب ديالو ليها بدا مع الام ديالو اللي كانت كتحضر الاجتماعات ديال حزب الاستقلال. يعني السيد راه كيتنفس شي حاجه سميتها السياسه وكتمشي ليه في الدم وما يقدرش يتخلى عليها غير هكاك ولو ان الملك يعفيه من المهام ديالو. وصراحه هو المثال الحي ديال اللي فيه شي فيس عمرو يتحيد. مشى لحزب شبيبه الاستقلال ما عجبوش الحال بزاف تما وعاود مشى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. عيا ما يدور بين الاحزاب ولكن والو ما لقاش البلاصه اللي يرتاح فيها، الشيء اللي خلاه في السبعينات ينخرط في تنظيم الشبيبه الاسلاميه. ايوا في هذا التنظيم بن كيران غيعيش العذاب ديال بصح، حيت هذا التنظيم كان عنده بزاف ديال المشاكل مع الدوله والنظام. هادشي غيؤدي لواحد الحمله ديال الاعتقالات شرسه مشى الضحيه ديالها بن كيران وسعد الدين العثماني. المسرحيه ديال هاد الجوج داز عليها اكثر من 40 عام. على اي الشجاعه ديال بن كيران وهو باقي صغير خلاته يتعرض لبزاف ديال الانتقادات والمشاكل مع السلطه، ولكن هو ما تسوقش وبقى مركز على الهدف ديالو. هو عرفتوا شحال من عام وهو مركز على الهدف ديالو اللي باقي لدابا كيحقق فيه واخا كاع هاد المراكز اللي وصلها. ملي خرجت وانا كنقول بارك 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 الحمد لله، اجتهدت ناضلت عاونت بلادي في الله سبحانه وتعالى، درت اللي عليا، كنت رئيس حركه، كنت رئيس حزب، كنت رئيس حكومه. صلى على النبي خلي عاوتاني هاد الاخوان هادو يتكلوا على الله ويمشيو فين ما بغاو يمشيو، الله يعاونهم. انا ما عندي حتى. المهم خرج من داك التنظيم واسس جمعيه الجماعه الاسلاميه في 1981 ودابا تبعوا مزيان عفاكم حيت راه هادشي مخربق بزاف وخصو شويه ديال التركيز. المشكله ديال بن كيران هو انه ديما كان كيجبد الصداع وكيجي ضد من الدوله. راه حتى انا واحد الوقت كنت ضد الملكي، فكان كيخصو ضروري يندمج ويهبط كوارث شويه الارض باش يدير بلاصتو. وداك الشيء علاش هو وعبد الله باها اللي مات في كسيده ديال 2014 غيحاولوا يدخلوا في شي مؤسسه وما يبقاوش غاديين غير هكاك منهم من راسهم، فغيحاولوا يندمجوا مره اخرى مع حزب الاستقلال. ولكن هاد المره صافي تاكدوا بلي بلاصتهم ماشي تما. الشيء اللي غيخليهم
خليهم يبدلوا السميه ديال الجمعيه ديالهم من الجماعه الاسلاميه باش ما يبانوش متطرفين لحركه التجديد والاصلاح في 1992. هاد حركه التجديد والاصلاح هي وجمعيه اخرى اللي كسميتها رابطه المستقبل الاسلامي غيتشاركوا بيناتهم وغيديروا حركه التوحيد والاصلاح، وبالقياده ديال بن كيران غينخرطوا مع حزب الحركه الشعبيه اللي تابع لعبد الكريم الخطيب اللي هو براسو من نهار دار الحزب ديالو هو داخل في صراعات مع السلطه، حيت خونا كان مقاوم والمشاكل ديالو مع السلطه بدات نهار رفض يوافق الحسن الثاني على حاله الاستثناء واللي فيها الحكومه كيكون عندها الحق باش تتخذ قرارات صارمه للصالح العام. يعني من الاول هذا الحزب هو مكروه حتى هو، ولكن واخا هكاك في 1998 هذا الحزب مع حركه التوحيد والاصلاح غيلقاو راسهم غاديين مزيان ومتفقين بيناتهم، وداكشي علاش غيتفاهموا وغيقرروا يبدلوا السميه ديال الحزب للعداله والتنميه. وهنا فين غيبدا الفيلم اللي باقي ما بغاش يسالي لدابا من بعد اكثر من 20 عام.